مثل ما تعرفون الجهل، يعني الجهل هو سبب زاد من أسباب العنف ضد المرأة. المرأة أحيانا تتزوج، مثال يعني نعطي، تتزوج رجل مو مثقف مو دارس، هنا شو يولد بينه وبين الرجل؟ إيش يولد؟ لما هي تكون مثقفة وهو ما يكون مثقف راح يولد مشاكل، راح يولد يعني بينه وبين الأسرة ما يكون حتى فكريا ما يكون بانسجام، ما يكون يعني راح يكون بتضارب. راح لما تطلع من مكان هي مثقفة، هي رافعة راسها إنه هي مثقفة، هي دارسة، وصلت لمستوى عالي من الثقافة، راح يكسرها الرجل، راح يحاول يعني قدر الإمكان إنه يقلل من قيمتها هي والفرد يعني بالمجتمع. مثال الفقر، يعني هو الفقر مو عيب، أما الزوج يطلع يشتغل ما يرجع لآخر الليل، هذا هو سبب وخلل يعني يخل بالأسرة، يرجع يتفشش بالمرأة، أحيانا يطلع ما يلاقي شغل، يرجع على أطفاله وعلى أسرته يعني إيده فاضية، يرجع كمان هذا الشيء يولد عنف على المرأة، إنه يجي يتفشش فيها، هي تسكت وتتحمل لأنه هي ما عندها قدرة، على طول محبطة، هي يعني اتكالية، غير اعتمادها، يعني اعتمادها على طول على الرجل، إحباط، كآبة، يعني حتى يعني مهانة، ذل، يعني على طول كل هالأمور هاي اللي مرت بها المرأة، الأسباب والأشكال تولد عندها الأمور هذه، فهي تصير غير صاحبة قدرة، حتى إنه تتخذ قرار بحق منزلها هي ما عندها قدرة.